السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلوى. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة غادي نحضروا مع بعضياتنا، واحد تشيز كيك اللي رخيص بزاف، مقادير بسيطة وكيوجد بسرعة وكيجي بنين بزاف. مقاديره جد بسيطه كيف عودتكم دائما، كيف قلت لكم راه رخيص بزاف. تشهيتي ولا تشهى وليداتك التشيز كيك يعني راه كيوجد بسرعه فائقه وكيجي بنين. المهم عندي 200 غرام ديال البسكوي انا طحنته. خديت بسكوي ارخص بسكوي اللي خديت، داك المدور اللي كيتباع مدور، ما وريتكمش العلبه ديالو، كيشبه الماريا، ودرت له واحد كيس ديال السكر فانيلا وخلطتهم مزيان. علبه اصلا فيها 200 غرام. المهم خلطتها مزيان، ضفت لها واحد 80 غرام تقريبا ديال الزبده اللي ذوبتها. صافي كنحاول نرمل داك البسكوي بديك الزبيده، غير بسباتول كنخلط على هذا الشكل هذا حتى كيتلبسوا لنا جميع الحبيبات ديال البسكوي، كيورد لنا على هذا الشكل هذا، كيترمل لنا بحال هكا. صافي كيكون البسكوي ديالنا وجد. كناخذ واحد الاطار، خديت انا اطار فيه 23 سنتيم بالجميع، خديته كاري يعني 23 في كل قنت كاري. وصافي كنفرغ فيه داك البسكوي. خديت واحد الصينيه اللي غتدخل الفرن، فرشت الورق ديال الطاي وحطيت فوق منها داك الاطار. صافي ضعت داك البسكوي وكنحاول نوزعو بالتساوي في داك الاطار، غير بسباتول على هذا الشكل هذا. وكناخذ واحد ظهر ملعقه باش كنضغط على البسكوي ديالي مزيان حتى كياخذ لنا الشكل ديال الاطار بحال هكا، يعني كنحاول نضغط عليه مزيان. ملي كيرجع لنا السطح ديال البسكوي على هذا الشكل هذا، صافي كنوضعوه في الثلاجه ونخليه الثلاجه بين ما وجد الطبقه الثانيه اللي غنوضع فوق من هذا البسكوي. الطبقه الثانيه غادي نحتاجو واحد 2 ياغورت بنكهه الفانيلا. خديت انا فولوتي، وعندي 2 علب ديال الجبن يكون بالسكر، عندي جوج اكياس ديال الحليب بودره، كل كيس كيوزن 50 غرام، يعني عندي في المجموع 100 غرام ديال الحليب بودره. 6 ديال القطع ديال الجبن، خديت انا الجبن المثلث، يمكن لكم تعوضوه بالجبن المربع. وعندي كذلك واحد نصف كاس السكر، تقريبا واحد 50 غرام د السكر. هذاك الكاس اللي عبرت به راه صغير. كنوضع كلشي في الخلاط الكهربائي، وضعت الياغورت الفولوتي اللي بنكهه الفانيلا، وكنوضع هذا الجبن، يمكن لكم تعوضوا هادشي كله بالجبن الكريمي. كنوضع كذلك القطع ديال الجبن ديالي المثلث، وكنضيف داك السكر. كنضيف كذلك داك الحليب بودره، عندي 50 غرام في الاول، كنضيف 50 غرام اللي عندي. هذا الكاس كل كاس كيوزن دايره فيه 50 غرام ديال الحليب بودره. فكنطحن هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كينسجموا، كيرجع لنا واحد الخليط منسجم. هانتوما شتيو الخليط كيرجع. فكنخرج الطبقه ديال البسكوي من الثلاجه، كنفرغ فيها هذا الخليط اللي طحنته. نتوما شتيو كيفاش مطحون مزيان. هنا كنشعل الفران، غندخلها للفرن 7 دقائق فقط، النار من تحت فقط، حتى غير نار 160 درجه، 150 درجه، حتى كتعقد لنا هاد الطبقه وكتماسك، وكنخرجوها. صافي مجرد ما كتمسك لي الطبقه ديال الكريمه صافي كتخرج متماسكه. صافي نخرجها من الفران، كنخليها جانبا، وغندوز نوجد الطبقه اللي كتجي فوق هاد الكريمه هذه. عندي واحد 160 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، خديت انا كالا، و2 علب ديال الياغورت بنكهه الكراميل. غادي ندوب الشوكولاته في حمام مريم. فهنا كنحاول نحيد هاد الورق ديال الطهي، صافي ما بقيناش محتاجين به. صافي كنحاول بحال كنغليسي هذاك الكاطو ديالي في طبق التقديم، وكنحيد هاد الورق ديال الطهي. هنا ذوبت الشوكولاط في حمام مريم، ما ضفت له حتى شي اضافات. صافي انا غادي نضيف له دوك العلب ديال الياغورت بنكهه الكراميل. هنا غادي نخلطو مزيان حتى كينسجم لي داك الياغورت مع الشوكولاط، غير بالملعقه كنخلطو. صافي راه كينسجم دغيا بسرعه. هنا كيرجع لنا على هذا الشكل هذا، نتوما شتيو. صافي كنعاود نفرغو فوق الطبقه ديال الكريمه، كنقادو على هذا الشكل هذا، غير هكا كنبقاو نميلو هكا الطبق ديالنا حتى كيتقاد لنا فوق الوجه ديال الكريمه. صافي غنوضعو في الثلاجه واحد ساعتين د المكانه تقريبا حتى كتبرد لنا هاد الطبقه ديال الشوكولاط، وكنخدمو عاد بالصحه والراحه. فملي بردلات لي التشيز كيك ديالي، حيت لها الاطار ديالها، راه داك المقطع ما تصورليش، دوزت واحد السكين في الجوانب ديال
الكاطو ديالنا ولا التشيز كيك ديالنا وحيدتو بسهوله الاطار. صافي هنا كنزينها بالقليل من الفوتين. يمكن لكم ديروا التزيين اللي كتبغيو نتوما، ديروا اللوز كونكاسي ولا الكاوكاو ايفيلي ولا كونكاسي ولا اللي بغيتو، اي حاجه عندكم متوفره ولا الشوكولات ولا اي حاجه ممكن تزينوا بها، ولا ممكن تخليوها غير هكا كذلك. هنا غادي نقطعوا واحد الطريف باش نشوف كيفاش كتجي هاد التشيز كيك ديالنا من الداخل. كتجي متماسكه، كتجي واحد المذاق ما نقولكمش كي داير. يا سلام يا سلام، مشتي متماسكه، كتجي حتى المذاق رائع. يعني بسرعه كنوجدوها، مقادير بسيطه جدا، يعني اللي عندك متوفر في البيت تقدري تحضري به هاد التشيز كيك هذا. فهنا كنكون وصلت نهايه الفيديو. كنتمنى هاد التشيز كيك الاقتراح اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، وكنتمنى تجربوه لانه فعلا يستحق التجربه، رائع لا في المذاق ولا في المنظر ديالو. ما بقى لي الا نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تبقاو على خير.